السلام عليكم. معكم قناة تحليلاتكم. بعد انتشار خبر اعتزال النجم محمود عبد الرازق شيكابالا أسطورة نادي الزمالك، فأقل ما يقال عنه طبعا بطل من ورق أو أسطورة من ورق. ليه بقى؟ عشان أقول لكم التفاصيل، بس في البداية ادعمونا بالاشتراك في القناة لو من عشاق النادي الأهلي والزمالك. اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. خلينا أقول لكم دلوقتي شيكابالا ليه هو أسطورة من ورق أو بطل من ورق. مبدئيا يا جماعة، شيكابالا عنده 39 سنة لحد الآن تقريبا، بيلعب في نادي الزمالك من 2006، يعني يمكن دخل في 20 سنة 19 سنة في صفوف نادي الزمالك. لعب مع الزمالك كم مباراة؟ 386 مباراة. تخيلوا مع العدد المهول من المباريات دي 386 أحرز كم هدف مع الزمالك وهو جناح ومهاجم طبعا، ويشوط الفاولات ويشوط ضربة الجزاء ويشوط الكور الثابتة. يعني مركز المهاجم أقل ما يقال مثلا كم هدف؟ 150 مثلا، 120 110 100 هدف نادي 100؟ لا والله، ولا 90 ولا 80 ولا 70. تخيلوا سجل كام؟ من 386 مباراة سجل مع نادي الزمالك يا جماعة 69 هدف فقط لا غير. 69 هدف دول لو لعب زي باك ليفت زي علي معلول في النادي الأهلي ولعب كمية المباريات دي كان سجلهم، مش مهاجم ولا جناح ولا بيلعب ضربة الجزاء ولا الكرة الثابتة. ايه يا عم ده؟ 69 هدف سجلهم مع نادي الزمالك في المسيرة دي، ويعتبر أسطورة من أساطير نادي الزمالك. و87 تمريرة حاسمة، على صنع 87 هدف. علشان كده بقول لكم يا جماعة أسطورة أو بطل من ورق علشان الأرقام دي. خد بقى، خد طبعا 28 مباراة مع فريق طبعا اسمه فريق في اليونان اسمه باوك اليونان، أحرز 4 أهداف فقط. 4 أهداف من 28 مباراة، برضه نسبة قليلة جدا. طبعا أيضا شارك مع فريق مش عارف بلون سيمنزوس اليوناني في 11 مباراة، سجل 4 أهداف برضه فقط. وأيضا شارك مع طبعا مش عارف شارك مع الإسماعيلي في 8 مباريات وصنع 4 أهداف وسجل هدفين فقط لا غير. على المستوى الدولي طبعا شارك شيكابالا في 32 مباراة مع المنتخب المصري، 32 مباراة سجل فيهم كم هدف؟ سجل هدفين فقط لا غير، ومن ضمنهم هدف كان طبعا في نهائي في تصفيات كأس العالم بتاعت 2018 بعد ما كنا حسمنا التأهل طبعا ضربة الجزاء بتاعت شيكابالا بتاعت محمد صلاح، وبعدها كانت مباراة كده تحصيل حاصل وشيكابالا سجل فيها هدف، يعني هدف من ضمن الهدفين ما كانش ليهم عازة. تخيلوا في 32 مباراة يا جماعة، بطل من ورق. يعني مش والله ما كلام ولا كلام الأهلاوية، ده كلام الإحصاءات وكلام طبعا التاريخ والأهداف اللي عملها والأهداف اللي صنعها. طبعا خلينا اقول لكم شيكابالا في الوقت اللي فات اخر 24 ساعة، خاصة بعد تعادل الزمالك مع طلائع الجيش في الدوري المصري، واللعيبة تهاجمها الجمهور طبعا وكان غاضب، ويحق لي ان هو يكون غاضب بسبب الاداء المتذبذب، الاداء السيء من نادي الزمالك. طبعا في اخر مباراتين سيراميكا كليوباترا تعادل معاهم خد نقطة، طلائع الجيش تعادل معاهم وخد نقطة، طبعا أداء سيء جدا. فالجماهير طالبت اللعيبة بألفاظ خارجة ما علينا مش هذكرها دلوقتي. في أنباء تناثرت إن شيكابالا خلاص اعتزل كرة القدم، فطلع مسؤول من نادي الزمالك قال لك إحنا شيكابالا ما اتكلمش معانا في موضوع الاعتزال، وإحنا كنادي الزمالك مش هنفرض عليه الاعتزال ولا لا، هو باقي مع نادي الزمالك بعقد نهايته في صيف 2026، يعني نهاية الموسم ده ونهاية الموسم اللي جاي إن شاء الله. ولكن هو اللي بيحدد مصيره، سواء عاوز يعتزل النهارده او عاوز يعتزل بنهايه العقد، هو اللي يحدد مصير الاعتزال مش احنا. ولكن انا اتوقع ان الراجل ده خلاص المفروض ياخدها من قصتها، يعني مستني ايه تاني يا راجل؟ انت ال 20 سنه ولا 21 سنه اللي تلعب فيها من 2006 تقريبا، من 2006 ايام الجيل الذهبي بتاع النادي الاهلي، بركات ووائل جمعه ومحمد ابو تريكه وعصام الحضري، هو كان بيلعب كان لسه ناشئ صغير، كان عنده 19 سنه تقريبا، دلوقتي هيدخل في 39 سنه. فأعتقد إن خلاص دي هتكون القاسمة للأسطورة الورقية أو البطل من ورق لمحمود عبد الرازق شيكابالا. ده على مستوى الكورة يا جماعة. إحنا على مستوى الأخلاق دي حاجة تانية، سواء هو كويس لنفسه ووحش برضه على نفسه ما نتكلمش فيه، إحنا بنتكلم إحصائيات كورة. هو بطل من ورق على النتائج والمباريات اللي لعبها، مع تسجيل الأهداف اللي سجلها، مع كمية المباريات والدقائق اللي هو لعبها، وكأساسي في نادي الزمالك، وكمهاجم طبعا أو جناح مثلا، اللي هو مفروض اللي هو طبعا صنعته الأساسية
ان هو يحرز الاهداف. ده يا جماعه كان فيديو النهارده، انتوا شايفينه ايه؟ اسطوره حقيقيه لنادي الزمالك ولا بطل من وراء؟ استنى طبعا تعليقاتكم في الكومنتات. ما تنسوش الدعم المجاني، الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناه تحليلاتكم، سلام عليكم.